صابر المداح وبعد كل المشاكل اللي بيتعرض لها دي، إلا إننا دايما بنشوف إن ربنا بيبقى واقف معاه وبينور له بصيرته. بعد ما سميح عارف اللي عمله عماد مع صابر وإنه بدل ما يعطله وصله لحاجة تانية أكبر وأهم، علشان كده سميح حذر عماد من إنه يتصرف تاني من دماغه، وهدده إنه لو غلط غلطة تانية هتكون نهايته على إيد صابر نفسه. في المشهد اللي بعده بنشوف صابر قاعد مع خضر، وخضر بيقوله إن اللي حصل ده كان فيه خير ليه، وإن ربنا عطله في المكان ده لأن وصوله للمعبد في الوقت ده كان شر. فصابر بيقوله إن تاج هي اللي طلبت منه إنه يروح للمعبد، فرد عليه خضر وقاله مش معنى كده إنك المفروض تروح دلوقتي، ويمكن طلبت منك ده علشان توصل للمكان اللي وصلت له وتسمع الرسالة اللي سمعتها. فصابر بيقوله يعني انت شايف ان الرسالة دي ليا؟ فبيقوله خضر طبعا يا صابر. فصابر بيسأله طيب تفسيرها ايه؟ فبيقوله خضر لازم تمشي على المعنى اللي فهمته في الآخر. بعد كده بنشوف منال وزين وهم قاعدين مع بعض، وزين بيقول لمنال في محاولة منه انه يوقعها انه سمع ان في حرامي بيحوم حوالين المخزن، فمنال بتقوله انها هي اللي بتعمل كده. فزين بيقول لها تبعد عن الموضوع ده وما تحاولش تأذيه لانها في الآخر مش هيبقى ليها غيره. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف صابر ومامته بتلومه انه اخد منها ابنه، وبتقوله انها عارفة انه اكيد خايف على الولد منها، وخايف انها يحصل لها زي عيشة وهبة وتأذي الولد. فصابر بيطمنها ويقول لها اننا ملناش غير ربنا، وربنا عمره ما هيسيب حد يأذينا. وبعد كده بنلاقي صابر بيجيله تليفون من صاحبه المسيحي وبيقوله تعالالي لاني لقيت تفسير للي انت عاوزه. وبعد كده بنشوف مليكة بتظهر لصاحب صابر المسيحي في بيته وبتأذيه وبتحرق الكتاب اللي فسر منه. وفي المشهد ده بنشوف منال بتدخل على رحاب الأوضة وبتلاقيها بتلم هدومها علشان تمشي، فمنال بتقول لها ما تسيبنيش أنا محتاجالك. وبعد كده بنلاقي صابر بيتكلم في التليفون مع قريب الدكتور زهير واللي هو صاحبه المسيحي، وبيقوله إن الدكتور زهير مات لأن في حريقة حصلت في بيته وملحقهوش، وبيقوله إنه عاوز يقابله بخصوص الكتاب. فصابر بيقوله أنا عارف إن الظرف مش مناسب، بس للأسف أنا محتاج الكتاب ده قوي. فنادر بيقوله إنه للأسف الكتاب اتحرق، بس هو محتاج يقابله لما يكون الظرف مناسب. وبعدين بنشوف صابر قاعد مع خضر، وخضر بيسأله انت ليه متأكد ان سميح ومليكة هما اللي ورا ده؟ وصابر بيقوله مفيش غيرهم، بس ده بيأكد ان تفسير الكتاب هو اللي هيوصلني للي انا عاوزه. وبيقوله انه هيحاول يسأل نورهان وعيسى يمكن يكون في نسخة تانية للكتاب. وفي المشهد اللي بعده بنشوف حسن وزين ومعاهم واحد تاني اسمه وهبة، وبيتفقوا ازاي هيجيبوا الطفل اللي عايزين يقتلوه ويقدموه قربان علشان يقدروا يفتحوا المقبرة الجديدة. ووهبة بيقول لهم انه يعرف ولد فيه المواصفات اللي هم طالبينها، وان اهله عندهم كرامات وهو وارثها منهم زي ما مطلوب بالظبط. وحسن بيقول له مين اهله؟ فبيقول له ان اهله ناس غلابة. فبيقول له حسن انا موافق بشرط هديك قرشين تديهم لاهله علشان يبقى ضميري مستريح. وواضح كده ان وهبة عايز يجيب لهم ابن صابر، وده لأن وهبة يبقى قريب حمدان اللي حسن وداه في داهية ويلبسوا القضية بدل منه، وجايز برضو يكون بيعمل كده بس علشان الفلوس. عموما كل حاجة هتبان. المهم في المشهد اللي بعده بنشوف واحد لابس ماسك وبيعمل فيديو تيك توك وبيتكلم عن سميح الجلاد، وبيوعي الناس وبيقول لهم انه صاحب فتنة مش شيخ، وانه بيحط السم في العسل، في محاولة منه انه يفهم الناس ويوعيهم ويحذرهم من انهم ينشروا فيديوهاته. بعد كده بنشوف مليكة موجودة عند خضر في البيت وبتحاول تأذيه وبتحذره من انه يساعد صابر، وبتقوله انه لو حاول يساعده تاني او صابر اتقدم خطوة كمان عن اللي هو فيه هيشوف الهلاك بعينه وانها هتأذيه. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف رحاب وهي بتحاول تسيب البيت وتمشي، واول ما تفتح الباب بتلاقي سميح قدامها وبيقول لها ما ينفعش تسيب بيت باباها، وان ده احسن مكان تقدر تعيش فيه وهي مرتاحة. فرحاب بتستجيب لكلامه وبتقوله اللي تشوفه. وفي المشهد اللي بعده بنلاقي أم صابر بتتوضى، وهي بتتوضى بتبص في المراية فبتلاقي ملامح وشها بتتغير وكأنها بتكبر في السن لحد ما وشها وإيديها بيتشققوا، فبتصرخ وبتنادي على صابر، فبيأكد لها إنها بخير وإنهم مش هيقدروا عليها وربنا هيحميها ويحفظها، وهي بتعيط وبتقوله أنا خايفة. وبعدين بنلاقي نادر قريب الدكتور زهير مع صابر وبيقوله أنا معايا نسخة تانية من الكتاب وجبتها لك يا صابر. وصابر بيفرح وبيقوله إن الكتاب ده مهم جدا بالنسبة له. فنادر بيقوله إنه يقدر يتصل بيه في أي وقت لو احتاج له،
وبعدين بيسيبه ويمشي. وفي آخر مشهد بنشوف صابر قاعد على السفرة مع عمته وجوز عمته وبيحاول يصبر قلبهم على فراق بنتهم عيشة. فعمته بتقول لصابر إن البلاء اللي هم شافوه ما يجيش حاجة في اللي شافته أمنة السقارة. فبيسألها صابر مين أمنة السقارة دي؟ فبتقوله إنها واحدة جارتهم بناتها كلهم ماتوا، وقع عليهم البيت وجوزها خرج من تحت الأنقاض ملبوس، ومن ساعتها وهي عايشة في أوضة لوحدها بتربي صقور. فصابر بدهشة بيقول لها صقور، وبيفتكر كلام الراجل اللي شافه وحكايته عن الراجل اللي كان بيدور على ورثه. يا ترى صابر هيقدر يفهم الرسالة ويوصل لورثه؟ هو ده اللي هنعرفه في الحلقات اللي جاية. لو انت أول مرة تشوفني ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل الجرس، وأوعدك إنك هتلاقي جوه القناة فيديوهات كتير حلوة أتمنى إنها تعجبكم كلها.